الواحد عايز يقعد رايق كده ويبقى مبسوط وكأنه راح بقى الكافيهات بقى وصرف ألوف، والموضوع بسيط قوي. لفة جلاش وشوية لبن يا جماعة، عملنا عظمة. أحلى فرابتشينو فراولة، يجنن وسهل وسريع وبإمكانيات بسيطة قوي. الجلاش العظيم ده حلو وسهل وسريع وما خدش مني تلت ساعة. انا شايفه في مهرجان كده وحاجات. مهرجان بس إيه؟ انت هتدوقي ولا ايه؟ هتدوقي طبعا. طب انت عايزه ده ولا ده؟ كده ده الاول بعدين نخش على التاني. يعني انت عايزه ده ولا ده برضو؟ مش فاهمه. الاثنين طبعا. الاثنين اكيد. الاثنين. تعالوا ندوق كده الفرابتشينو ده. بسم الله. لا 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 لا، انا عمري ما توقعت ان الفرابتشينو بالفراوله يبقى حلو اصلا. هتفضلي بقى تشربي كده مش تديني جلاشه ولا ايه؟ عايزه ايه؟ اتفضلي. انا هعمل معاكي الجلاشه اصلا. انا اللي هاكل الجلاشه. انت اللي هتاكلي الجلاشه؟ طب يلا كلي الجلاشه بالهنا والشفا. وانا كمان يعني هي بس. بسم الله. شايفين اللي انا شايفاه؟ لا 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 لا. وظهرها بقى كمان عشان يشوفوا اللون التسويه بيبقى ازاي. تحفه. واحنا ليه بقى بنروح نشتري من المحلات الحلوانيه واحنا عندنا نهله؟ بجد بجد والله. مهما اقول لك حلو قد ايه، كريسبي من بره، من جوه الكاسترد مديله طعم حلو قوي مظبوط يجنن. ما تكلفناش حاجه خالص. نبتدي بقى بالشربات. وطبعا يا جماعه انا عامله لفه جلاش واحده بس. اللفه دي هتاخد كوبايه ميه، كوبايه سكر. على فكره انا حاطه الحله على النار، بروح مقلباهم كويس. وعلى فكره والله ما بيجرى لها اي حاجه، ولا بتسكر ولا بتبوظ ولا الكلام ده كله. المهم يا ستي رحت حاطه ايه بقى، رشه من الفانيليا، نص ليمونه كده عصرتها، وبرده بقلب تاني وعادي جدا برده مش هيجرى اي حاجه ان شاء الله. دلوقتي بقى انا علشان طبعا مش مضاعفه كميه السكر بالنسبه للميه، يعني بدل ما احط كوبايتين سكر وكوبايه ميه او كوبايه ونص سكر وكوبايه ميه، عملت ايه؟ يعني بصي بصراحه انا حطيت معلقتين عسل جلوكوز. انت بقى حطي على معلقتين عسل نحل اول متوفر عندك. ما فيش 5 دقائق هتلاقي الدنيا بقت جميله خالص. من 5 ل7 دقائق لو هتسيبيه اكتر هيتقل اكتر وهيعسل قوي. فانا بصراحه سبته حوالي 7 دقائق كده، هيبقى ظريف جدا. ده بصوا يا جماعه هو ده بيبقى قوامه لما ينقط معاكي كده يبقى جميل. دلوقتي انا بقى عايزه اعمل الحشوه ولا احطها جوه الجلاش. فجبت 3 كوبايات من اللبن، وعندك هنا اختيارين، يا اما تحطي عليهم 3 معالق كبار من الكاسترد باودر، برضو بيبقى عند السوبر ماركت او عند اي عطار، او بتحطي 3 معالق كبار نشا. فلو تلاحظي انا حاطه لكل كوبايه لبن معلقه كبيره من الكاسترد، او طبعا بدلها النشا. بتقعدي بقى تدوبي فيهم كويس جدا كده. وانا حطيت معلقتين سكر، وممكن ما تحطيش خالص، نكتفي بالعسل اللي احنا عايزين نسقي بيه الجلاش. رحت جايبه معلقتين قشطه حطيتهم عشان بيتقل القوام جدا وبيبقى حلو قوي. فحطيت معلقتين 3 قشطه كبار حلوين كده من وش اللبن، بصراحه بتدي طعم يجنن. وبعدين قعدت اقلب كويس جدا جدا. ايدك فيها ما تسيبيهاش، كل ما تدوبي كويس مش هيتكتل معاكي ابدا. فايدك فيها من اول ما تحطيها على النار، اوعي تستني اللبن يسخن وبعدين تضربيها. جبت بقى لفه الجلاش ما تكونش ساقعه طبعا، يعني انا مطلعاها بره التلاجة بقالها مثلا نص ساعه. بصوا بعمل بايدي كده اللي هو 4 صوابع دول. قسمت بقى لفه الجلاش ل3 اجزاء، وبعدين بفتحها بالطريقه اللي انت شايفاها دي. وعايزين نعملها باسهل طريقه يا جماعه، بدل ما نعمل كل راق فرشه سمنه عملت 3 مثلثات زي ما انتم شايفين. لكل جزء انا قطعته، يعني انا قطعت لفه الجلاش على 3، وكل لفه قطعتها على 3 برضو. ظبطت بقى كل الكميه عندي، وجبت صينيه، وبقى الفرن بقى له 10 دقايق متولع، وحطيت الرف في النص على 180. جبت بقى ايه كوبايه من السمنه البلدي علشان ابتدي بقى ايه اغمر الجلاش زي ما انتم شايفينه كده، كاني عايزه اقليه، كاني بقليه بس بدخله الفرن. الجلاش هياخد اللي ياخده وينطر اللي ينطره زي ما بيقولوا، اللي هيطلع منه بقى بعد ما يستوي نبقى نشيله. المهم يا جماعه دخلتها الفرن ما خدتش تلت ساعه بالظبط، وكانت بقت زي الفل حلوه جدا. طبعا لو ما لونتش معاكي استني 5 دقايق كمان هتلون. ودي السمنه اللي طلعت منها بعد ما استوت. طيب اقدر افتحها دلوقتي؟ انا بس هوريكم المنظر ان انت مش هتعرفي تفتحيها اول ما تطلعيها وهي سخنه. انا بس بعرفك ان لازم احط العسل الاول. همسك واحده كده عشان اوريكي لونها اهو. بصوا لونها من الوش ومن الظهر حلوه، مش عايزه اقول لكم قد ايه. طيب هي دلوقتي كده تتفتح؟ لا لازم تستني شويه. ليه استنى شويه؟ عشان ايه؟ عشان لازم نسقيها ونستنى عليها شويه كده فتشرب من العسل، وتبتدي لما تيجي تفتحيها تتفتح معاكي من غير ما تتكسر ولا تتقطع. وركزي معايا عشان فعلا هتطلع معاكي طعمه. مش عايزه اقول لكم انا عملتها يا جماعه انقضوا عليها وخلصوها ازاي. هي هتطرى شويه لكن هي ستيل كريسبي من بره، هي طريه من جوه وكريسبي من بره. ويا سلام بقى، خلوا بالكم احنا لسه عايزين نحشيها.
عشان بس ما تنسوش ان احنا لسه قايلين طريقه الكاسترد، لسه عايزين نحشي. خلاص شرب كل العسل اللي احنا عاملينه. سلمى يا جماعه بتوريكم بقى جلاش وجماله عشان بجد هي بتعشقه. بصوا بقى انا خلاص استنيت بس 5 دقايق لقيته طري. بصوا جميل طري من جوه وكريسبي من بره عشان نحشيه. شايفين؟ اهو بفتح واحده تانية كمان بوريكم اهو اهو. بس طبعا انا استنيت 5 دقايق عشان يشرب من العسل كويس وعلشان اعرف افتحه بالطريقه دي. انا والله فاتحاه قدامكم، يعني مش مثلا قبل ما اسجل ولا بتاع، لا عشان تعرفوا بالظبط هيبقى شكله ايه. تفتحيه بقى كده بالراحه وتحطي الكاسترد، او يكون يا ستي زي ما قلت لك يكون بدل الكاسترد نشا. وبعدين بحاول ان انا اظبطه كده، وتخلي طبعا الجزء ده بتاع بره ده علشان لما تيجي تحطي فيه مكسرات بقى، جوز هند، زبيب، شوفي ايه المتوفر عندك تقدري تحطيه. لازم الحشوه تبقى باينه لبره كده علشان لما تلزقي فيها المكسرات تبقى حلوه قوي. عندك شوكليت فارماسيل، عندك اي حاجه، جوز هند، زبيب، اي حاجه تقدري تلزقيها لزقيها. هنعمل بقى الكميه كلها. مش عايزه اقول لكم يا جماعه، انا مهما اقول لكم طعمه حلو قد ايه، الموضوع سهل قوي، ما خدش نص ساعه الموضوع كله على بعض. كاسترد بشربات بتساوي الجلاش، حلو وسهل وسريع. ويا سلام بقى لو عندك ايس كريم، يعني تدي لكل واحد واحده ومعها حته ايس كريم كريسبي بقى كده ومن جوه هش. يا نهار ابيض، والكاسترد فيه يجنن. كده الجلاش خلص. يلا بقى نعمل فرابتشينو بس بالفراوله. طبعا يا جماعه تقدري تعمليه باي طعم انت عايزاه، بالكراميل بقى، بالبوريو، باللوتس، باي طعم انت حباه. انا حطيت كوبايتين لبن وعليهم حوالي 5-6 كده فراوليات، معلقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، وحطيت برضو 4-5 معالق كبار كده من الايس كريم. ضربته بقى كويس جدا 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 لغايه ما يعمل فوم على الوش. وبعدين رحت حاطه 2-3 عسل نحل كبار. بس طبعا لو عايزه تحطي سكر حطي، مفيش اي مشكله خالص. انا دلوقتي عايزه اعمل بقى الكريم شانتيه اللي عايزه ازين بيه الكاسات. انا جبت بوله كبيره اهو، جبت كيسين من الكريم شانتيه، كل كيس بيعادل 4 معالق كبار من الباودر. كل كيس يعني كل 4 معالق بياخد فنجان القهوه لبن ساقع او ميه ساقعه. فطبعا يا جماعه كل كيس بياخد فنجان. شوفي انت عايز تعملي كام كيس حسب الكميه اللي عندك. تضربيه كويس جدا جدا بالمضرب بتاع البيت ده، وبعدين بتحطيه في كيس، اي كيس، مش شرط على فكره كيس حلواني. وبعدين تحولي تظبطي كده الكيس، وبعدين تشيليه بقى شويه كده في الفريزر على ما نبتدي نحط الكاسات بتاعتنا وننظمها، يكون هو ساقع شويه عشان تقدمي بقى كده ايه، يبقى ساقع وجميل. احنا كده حضرنا كل حاجه. يلا نشوف عايزين نزين الكاسات ونصب ازاي ونعمل فيها ايه. بصوا بقى دي فراوله صح؟ طب يا نهله انا ما عنديش الصوص ده. لو عندك بقى مربى فراوله تخليها سبريد ناعمه وتحطيها، علشان بس ما نقولش ايه احنا مش هنعمله لحسن ما عندناش. اهو مطرح الضرب بتاع الخلاط. بصوا هاخده كده على الوش كده اهو، وبعدين هحطه كده. انا لسه هحط حاجه تانية بس انا بقول لكم يعني. بصوا الخلاط بيعمل فوم، انا الفوم ده عايزاه مبدئيا. بس كده ايه، هصب الاول، وانا بصب كل كوبايه اخد معلقه كده من على الوش واعمل كده اهو. ثانيه واحده، واجي ايه بقى في الربع الاخير اروح عامله كده. يلا بقى كده ايه، نشوف بقى بديل الفوم ده هيدينا نفس الشكل ولا ايه الموضوع. بصوا اهو، حط بقى كده كده اهو. بسم الله. لا 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 لا، انا عمري ما توقعت ان الفرابتشينو بالفراوله يبقى حلو اصلا. هو احنا ليه بقى بنروح نشتري من المحلات الحلوانيه واحنا عندنا نهله؟ بجد بجد والله. مهما اقول لك حلو قد ايه، كريسبي من بره، من جوه الكاسترد مديله طعم حلو قوي مظبوط يجنن. ما تكلفناش حاجه خالص، فظيع مش عادي. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، مستنيه رايكم، ما تحرمنيش من كومنتاتكم الحلوه. باي باي.